مريض السكر والصيام، مين يصوم ومين لأ؟ الصيام عبادة عظيمة، لكن مش كل صيام ينفع لكل جسم بنفس الشكل في رمضان. واحد من أكتر الأسئلة اللي بتتكرر: أنا مريض سكر، أصوم ولا لأ؟ في ناس بتصوم وهي خايفة، وناس بتصوم من غير ما تسأل، وناس تسيب الصيام وهي حاسة بالذنب. خلينا نهدي السؤال شوية ونحطه في مكانه الصح. السؤال الحقيقي مش أصوم ولا لأ، السؤال الحقيقي هي حالتي الصحية تسمح ولا لأ؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآية الكريمة بتحط قاعدة واضحة إن التكليف دايماً على قدر الطاقة، والطاقة هنا مش رغبة ولا نية، الطاقة حالة حقيقية للجسم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني العبادة مش عناد ولا تحدي للجسد، العبادة وعي وحدود وفهم. عشان كده قرار الصيام لمريض السكر مش قرار عاطفي ولا قرار واحد لكل الناس، ده قرار مرتبط بالحالة الصحية وقدرة الجسم على التحمل. تعال نفهم مرض السكر صح. مرض السكر مش حالة واحدة ومش رقم بيتكتب في التحليل وخلاص. في فرق كبير بين مريض سكره متظبط وعارف قراءاته وعلاجه مناسب وجسمه مستقر، وبين مريض سكره متلخبط والقراءة تطلع وتنزل ومفيش ثبات. وفي فرق بين مريض بياخد علاج بسيط أو أقراص وبين مريض معتمد على الأنسولين بجرعات عالية وبيكون أكتر عرضة للهبوط أو الارتفاع المفاجئ. عشان كده الصيام ما ينفعش يتقاس بمسطرة واحدة، لأن كل حالة لها ظروفها وقدراتها وحدودها. والإجابة هنا عمرها ما كانت أيوة أو لأ للجميع، الإجابة دايماً حسب الحالة، واللي هيساعدك تحدد ده طبيب السكر. مين مريض السكر اللي غالباً يقدر يصوم؟ مريض السكر اللي سكره مستقر ومفيش عنده هبوط متكرر وعلاجه مناسب للصيام وبيتابع قراءات بانتظام، ده غالباً يقدر يصوم، ولكن بخطة واضحة وتغذية مظبوطة ومن غير مغامرة. طب ومين اللي الصيام ممكن يضره؟ مريض السكر اللي بيعاني من هبوط شديد أو عدم استقرار في القراءات أو بياخد جرعات أنسولين عالية أو عنده مضاعفات زي مشاكل الكلى أو الأعصاب. هنا الصيام ما هياش بطولة، الصيام مخاطرة. عندنا خطأ شائع جدا إن مريض السكر يقلل الأكل زيادة عن اللزوم عشان خايف السكر يعلى، لكن النتيجة توتر في الجسم، احتمال هبوط، وإجهاد شديد. الصيام الآمن مش حرمان، الصيام الآمن تنظيم. الصيام الآمن لمريض السكر محتاج إيه؟ محتاج وعي قبل ما يحتاج عزيمة، محتاج فطار متوازن يرفع السكر بهدوء من غير ما يحصل قفزات في الأنسولين، ومحتاج سحور ثابت ما يتلغيش لأنه خط الأمان لليوم اللي بعده، ومحتاج متابعة سكر، ومحتاج متابعة سكر الدم مش علشان الخوف لكن علشان الفهم ومعرفة إمتى تكمل وإمتى تفطر لو الجسم بعت إشارة واضحة. الصيام الصح لمريض السكر مش إنك تكمل اليوم غصب، الصيام الصح إنك تعرف حدودك وتحافظ على نفسك، لأن الحفاظ على الجسد جزء من الفهم الصح للعبادة. الخلاصة: الصيام عبادة والحكمة جزء من العبادة، والصيام الصح هو اللي يحافظ على الدين وعلى الجسد في نفس الوقت. استنوني بكرة في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، والوقت يسيبكم مع النظام الغذائي لليوم 11. سلام عليكم.